أحمد الفار، والحكم الرابع شريف حسن. نادي النصر مع نادي الزمالك، والزمالك على أعتاب درع البطولة، وانتصاره اليوم يبقى ناقص نقطة من 3 مباريات مؤجلة ليه، ونشوف مع بعض أحداث هذا اللقاء. اتلعبت الكرة، الزمالك هيبقى على شمالك والنصر على يمينك، واعتقد ان مستر فيريرا ومساعديه، ومعايا صوت مخرجنا احمد عبد الظاهر، معانا صوت زميل اخر، ممكن تقطع لنا الصوت بتاع احمد عبد الظاهر، احمد سمير. ميزه الزمالك انه عنده في كل مركز لعيب واثنين وثلاثه، وادي كوره اماميه حلوه قوي، انما كان بيلعبها الله لما لبستش في وش رجل الراجل ايمن حفني، وتبقى ضربه مرمى لنادي النصر. التعادل بدون اهداف، وادي كوره كان عاوز يرجعها هنا، هو حلو قوي ما جاتش معاه، انما ترد كان باسم عاوز يريحها لمصطفى فتحي، انما تتصلح لايمن حفني، وهو بص حضراتكم ما لبستش في وش رجله مظبوط، وتبقى ضربه مرمى لنادي النصر. ضربه مرمى لنادي النصر، ويا ريت احمد عبد الظاهر برضو مخرجنا يجيب منه الكومي، ترد اللي معروف، وعلى طول على صدره باسم، الله من الاثنين، الله من الاثنين، بس باسم بقى عملها بأنزحة، وعصام ثروت كان عنده يعني سرعة رد فعل جميلة جدا. بصوا ادي اهو، كان لازم يبقى اجمد من كده، انما وقفها كويس قوي ولعبها يعني بطيئة جدا، يعني ايه ما لبستش في وش رجله صح. باسم وكرة الله جمعة، 3 4 نقلات للنصر. بعت لي ورقه بيقول لي مشكله فنيه، طب انا ما ظبطتش الساعه من اول ما لعبت، طب يقول لي فات قد ايه؟ يعني مش عارف انا بقى، يعني حاجات غريبه اخر موسم كده. مشكله فنيه ايه؟ طب ما ابراهيم صلاح، ايمن حفني، يا سلام على الوقت توقيفه، ده مصطفى فتحي مباراه وللتانيه بيقول انا هو ما حدش هيبقى زيي، وحته شراب، هدف جميل لباسم، بيقول لهم تعالوا ورايا، هدف جميل لباسم. باسم مرسي بقى اصبح عنده 14 هدف، 14 هدف لباسم مرسي دلوقتي، انما حسام باولو عنده 20 هدف وخلص، يعني ايه خلص مبارياته ب 20 هدف. هل باسم مرسي في ال3 لقاءات الجايين والنهارده يقدر يقرب؟ وادي مجلس اداره نادي الزمالك طبعا في منتهى الفرحه ومنتهى الابتسامه. واحنا دلوقتي بعتوا لي ورقه بيقولوا لي احنا في الدقيقه 12 من زمن الشوط الاول، وعلى طول يخش باسم ويتابع كوره، حته شراب حلو قوي يلعبها، انما الراجل جابها برضه حلوه قوي، انما متابعه حلوه قوي من باسم مرسي، انما الاحلى الحته الشراب دي، بصوا حته شراب، وانما يصدها عصام ثروت ويتابعها الولد الشقي قوي 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 اللي هو باسم مرسي، عشان يتقدم الزمالك بعد 12 دقيقه بهدف لباسم مرسي في الدقيقه 12 من زمن الشوط الاول. ثم مع وادي دجله 3 مباريات غير المباراه ديت، يعني عنده 12 نقطه بالمباراه ديت، وعاوز نقطه لو فاز من هنا، وادي الراجل يعدي لعبه حلو قوي 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 قوي. انما احمد الشناوي طلع في توقيت مظبوط جدا، اتخض احمد الصعيدي، وفرصه بتقول للزمالك خلي بالكم الاولاد الصغيره دي ممكن تحرجكم، فبالتالي نص الملعب اهو اتحرك الصعيدي حلو قوي، وخد تمريره جميله جدا من زيزو، وتطلع كوره ضربه ركنيه خبطت في تلت ساعة. واحد يقول لي الساعة جات لك قدامك، اقول له لا، قدامي كده حسين شعبان ظبط الساعة بتاعة الموبايل بتاعه، وادي قمر وفرصة هدف تاني، والهدف التاني لباسم. ايه ده باسم مرسي بعد 20 دقيقة من زمن الشوط الأول. هل باسم بقى الهدف ال15 بالنسبة له ناقص 5 أهداف عشان يحصل حسام باولو هداف الدوري حتى الآن ب20 نقطة، وادي باسم مرسي يحط الهدف الثاني في الدقيقة 20 عشان تصبح النتيجة 2 الزمالك
ولا شيء. النصر وتحرك جميل وتمريره على طول لمين؟ ده حماده طلبه اللي اتنقل ناحيه اليمين، وزي ما يكون بيقول للزمالك انتوا فاكريني كنت سكرته ولا اي حاجه، لا ده عمل موسم كويس جدا جدا، وعنده انكار ذات، ويعني هايل في الطرف الشمال، هايل في اليمين، هايل، وخد تمريره من ايمن حفني وراح وعملها بالعرض ومستنيها باسم مرسي عشان تصبح النتيجة 2-0. هل لو بقت 3-0 يقدر مستر فيريرا يعني يريح بعض اللاعبين الأساسيين اللي زي يعني علي جبر؟ الشكل العام للزمالك بيلعب كرة ومسيطر، ولما بيسرع في لعبه بيقدر ان هو يعني يبقى خطر جدا. تتقطع كرة على طول في نص الملعب وتروح هناك عند كوفي، يلم كوفي تلعب كرة في نص الملعب. ايمن حفني هيروح عاوز يسند على حد، ما سندش، سند على طول مصطفى فتحي رايح ودخل وهي بتاعت اورلاندو، انما تروح لايمن حفني. ايمن حفني بيلفها، وعلى طول عصام ثروت بيعرض نفسه، وده ما فيش عيب ولا اي حاجه. الاهلي يوم الثلاث القادم. معروف يوسف، وكوره على طول تنزل لايمن حفني يلعبها على طول للشقي مصطفى فتحي، مصطفى يلم ويلفها، الله، بس متأخر قمر تقريبا، متأخر. دي بقى دي موهبة بصراحة ربنا، بتروح للكرة امتى وهو بيرفعها لازم تروح، هو بيروح متأخر دايما. بصوا هي فيها لفة خمته، انما الفرد اللي يقدر امتى يقابل الكرة زي باسم، دي موهبة مش اي حاجة ومش جدعانة. تتلعب الكرة وتروح لكريم للعجوز. كان في العجوز في النادي الاسماعيلي ايام الدراويش هاف باك هايل، احمد العجوز. تنزل الكرة لاحمد فوزي، يلم احمد فوزي ويلعبها على طول اماميه عند كوفي، انما ما شاء الله العالي كله بتاعه. تتلم الكرة وتروح هناك عند فوزي والكرة العرضية على طول يمسكها الشناوي على مرتين. النصر بيجيد في الأداء، ولكن فارق المهارات الهجومية لصالح نادي الزمالك، فارق الأهداف دلوقتي لصالح نادي الزمالك بهدفين، ولكن نقدر نقول إن النصر بيلعب كرة كويس، بيهاجم، ولكن الزمالك برضو مسيطر حمودة لكيتا لأحمد السباعي. ادي ايمن يفتح اللعب هناك ناحيه اليمين، هوبا ترقيصه وباسم، انما لم. وادي قمر حاطط، ويعني هنا في حته انانيه لمها، يعني في لعيب موهوب من الكرات المتحركه، هو بقى عاوز يعمل زي ايمن حفني، ما يجيش، انت ما عندكش الملكه ديت. بصوا عمل ايه وعلى طول، يعني في ادي الترقيصه، هو يجيد العاب اللي هو بيروح هنا بيجي هنا، انما في الكرات اللي زي دي كل واحد ومهارته. ادي ايمن بيلعب ماتش حلو قوي، وادي حته اللي اداها لعمر مره في صفاقس، يلم باسم وجاب منها ضربه ركنيه تقريبا. وهنشوف بقى محمد صباحي هيصفر ولا تتلعب الكوره. اللعبه الوحيده اللي الحكم يقدر يمد بيها الوقت هي ضربات الجزاء، من حقه دلوقتي لو الوقت خلص يصفر، انما اعتقد اخر كوره في الشوط الاول. ادي الضربه الركنيه تتلعب لنادي الزمالك، على طول ايمن حفني، ونفس الكوره. هل بنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضائع، دقيقتين و17 دقيقه، ويصفر اخيرا الحكم محمد صباحي بانتهاء الشوط الاول بتقدم نادي الزمالك بهدفين لباسم مرسي في الدقيقه 12 والدقيقه 20 من زمن هذا الشوط. اعزائي مشاهدي قناه النيل الرياضه، كان معكم معلق رياضي محمود بكر، واترككم للاستوديو التحليلي الكابتن خالد لطيف، كابتن محمد صلاح، كابتن عبد الحليم علي. فالى هناك. الشوط الاول على كده بلا خطوره على الشناوي، عكس عصام ثروت حارس مرمى النصر، شال اكتر من كورتين في منتهى الخطوره. صفر الحكم محمد الصباحي، ومعاه محمود ابو الرجال واحمد الفار، والحكم الرابع شريف حسن. والحمد لله الصوره جت، النتيجه جت على الشاشه والوقت، ويعني احنا بنلعب دلوقتي في الدقيقه الثانيه ال 24 ثانيه الاولى او 25 ثانيه الاولى من زمن الشوط الثاني. هنشوف مستر النصر
يعني هنشوف هل مصطفى فتحي هيقوم بالدور ده ولا لا. وادي تلعب الكره اهو على طول اماميه حلوه قوي ناحيه اليمين، وكره مباغته تتلعب وعلى طول يخش حموده سمير وكيتا ويطلع الكوره بره رمي التماس. شوف النصر بقى له ربع ساعه ضغطه واحده بالزمالك، عنده الامكانيات الهجوميه افضل من نادي النصر. تتلعب الكوره على طول لمعروف، معروف يلعبها حلو قوي لمصطفى فتحي، يلم مصطفى فتحي يلم وجنبه معروف يلعبها لمعروف بس قصيره تتاخد. بين الزمالك متصدر الدوري هذا الموسم حتى الآن ب 80 نقطة من 34 مباراة، ضد نادي النصر 29 نقطة مخصوم منه 3 نقاط من 37 مباراة، ولكن ما تحسش في نوع من الندية. وادي هجمة لنادي الزمالك على الهدف. الواد باسم يعني بيقول ايه ده، انا هبقى هداف الدوري. يا باسم يا باسم يا مرسي، يا باسم يا مرسي هاتريك، باسم مرسي هاتريك في الدقيقة يعني ايه، في الدقيقة 18 من زمن الشوط الثاني. باسم مرسي يقول يا جدعان وسع كده اهو. ادي مستشار مرتضى ويعني بيفرحوا 16 هدف، 16 هدف لباسم مرسي، قرب قوي من حسام باولو 20 هدف، جنبه هاني زاد اهو. الراجل اهو خلاص، الراجل ابتسم، مستر فيريرا ابتسم. شفتوا الفرق بين مهارة ومهارة؟ ادي مهارة للتصويب بتاعة باسم، ورايح الراجل وعلق الكرة حلوة قوي لا تصد ولا ترد. هدف جميل 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 جدا جدا جدا. مين اللي فرحان بالهدف ده؟ مش الزمالك لوحده، لا مستر كوبر وجهازه منتخب مصر يعني بيبحث الان عن راس حربة يعني تعوض رؤوس الحربة اللي اعتزلوا. فباسم مرسي بيقول لهم انا اهو لنادي الزمالك لا شيء لنادي النصر. كنت متوقع ان الهيجان بتاع النادي النصر هيبدا في ان الزمالك يبدا ايه اهو خلاص بدا الزمالك. وادي مصطفى ادي مصطفى ادي مصطفى عاوز يجيب هدف وانا وهدف مصطفى فتحي، مصطفى فتحي وهدف اخر في دقيقه يعني 19 بزمن الشوط الثاني، 4 اهداف لنادي الزمالك. هنا الفرق بقى، واحد يقول لي الفرق، نادي النصر نادي مجتهد ولكن هاجم بعشوائيه. يعني ايه بعشوائيه؟ يعني نص ملعبه بيخش في عمق دفاع الزمالك، ما عملش حسابات الهجمات المرتده اللي ممكن جدا الزمالك عنده مجموعه من المهارات ان هي تخلص. ادي رقم 33 من نادي الزمالك اوباما هينزل مكان مين بقى؟ هيريح هو مصطفى فتحي. هل ادي المستشار مرتضى واحمد جمال ووالده المستشار جلال ابراهيم. وادي الكره بصوا بقى، لا بصوا هناك مكشوف نص، بصوا مكشوف الملعب خلاص 1 على 2. هنا المهاره بتشتغل، هنا المهاره بتشتغل، هنا المهاره بتشتغل، هنا المهاره. والهدف الرابع لمصطفى فتحي اللي يعني اصبح لعيب اساسي في المنتخب ولاعيب اساسي في نادي الزمالك. ودي ميزه نادي الزمالك زي ما قلت لكم في بدايه الموسم. قال للناس بقى اللي انتوا كنتوا شارين اسلامنا استنوا شويه، اللي عاوز يمشي يمشي واللي عاوز يروح، احنا هنعمل فرقه ناس تسمع الكلام وتسمع كلام المدرب. وبالتالي نجح مجلس اداره برئاسه مستشار مصطفى منصور ان هو يشتري 17 18 لعيب. في اخر الموسم في حد وقع منه انما هو بيشتري. وهنشوف العكس، بيقول له فين الانذار؟ فاول ضد احمد سمير ضد عبد الله جمعه، وضربه حره مباشره لنادي النصر المجتهد. تتلعب كره عرضيه وانما برافو اسلام جمال بدماغه تنزل لاحمد السباعي بيجرب حظه، وضربه مرمى لنادي الزمالك. زمان كان في حاجه اسمها مباحث الاحداث، تمشي مباحث يمشوا يمسكوا اطفال الشوارع اللي احنا سيبناهم يتفحلوا. حتى الرئيس السيسي كان في تتلعب الكوره وعلى طول لباسم، باسم يلعبها ناحيه مصطفى، يلم مصطفى وبيلفها، انما على طول يخبطها عصام ثروت ويطلعها ضربه ركنيه. ضربه ركنيه لنادي الزمالك، و80 دقيقه يعني 35 دقيقه من زمن الشوط الثاني، والزمالك 4 والنصر لا شيء. وضربه ركنيه لنادي اوباما على طول يلعبها حلوه قوي، انما يطلعها حموده سمير ومعروف يلعبها وداخل مكمل فيه، انما صفاره وفاول.
على فيليكس، وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. ايه المطلوب لنادي الزمالك دلوقتي؟ مطلوب الهدوء وعدم الالتحام. هم عدوا من الفخ بتاع الانذارين على طول، وماشي سمير عاوز يرفعها على طول، اتقفلت، وادي الله فوتها اهو هوبا فوق من طارق حامد واداء اوباما، وضربة مرمى لنادي النصر. ضربة مرمى، بص حضراتكم، هو سابها كده يعني قالوا سيبها، واوباما على طول زي ما شايفين كده، وضربة مرمى لنادي النصر. تتلعب الكورة تنزل لفيليكس ويلعبها ضربة مرمى لنادي النصر. هاتريك النهارده باسم مرسي، 3 أهداف و4 دقايق وقت بدل ضاع. بص باسم بيقول له روح جيب جول، قال له لا، اهو اي كلام طبعا، لعبه بكاتي. والنهارده تألق باسم. يعني ايه تألق؟ يعني هو اصبح يعني، وادي مصطفى فتحي كمان هيقعد اهو، انما كل ده يتعالج قبلها 4 ايام. مصطفى فتحي والزمالك عمل التغييرات ال3 بتوعه، وهنشوف طبعا. انا لو مستر فريرا اقول له اقعد بقى خلاص، المباراه بالنسبه لنا انتهت، وهو يعني بالنسبه له هو، وادي الهدف الجميل، اهداف جميله ادي باسم اهو، و 3 اهداف لباسم وهدف لمصطفى فتحي. كوفي وماشي الراجل، وعلى طول دخير، اوه فين مقص، مجتهدين قوي مرتين، واحده في مقص ده فوزي، وادي مره تانية. اذا بقول لحضراتكم النادي النصر مجتهد جدا، عامل زي الملاكم اللي قدامه ملاكم قوي، ولكن بيخش برضه لعل وعسى، منها لعل وعسى ديت اهي، وقبليها كان العجوز ادي فوزي والمقص ينقذ الكوره بتاعت شناوي، وقبليها احمد العجوز الشناوي بترتيب صبعه والعارضه. يعني لازم نرفع للنصر، الله لو عدت، انما هل هيسيبها ويلحقها؟ هيحاول يلحقها وتبقى احسن من الضربه الركنيه، وعلى طول عكسيه هناك تعدي، وعاوز ياخدها على اللعبتين، باسم ما تجيش، ماتش فيه كوره. يعني ايه؟ زي الماتشات الوديه من الفرقتين، الزمالك ايجابي في الاهداف والنصر ايجابي في الاستحواذ والمحاولات. وادي على طول جمعه وتطلع كوره بره الملعب من دخير. جماهير الزمالك القليله خلاص انفجرت، الناس نفسها تسمع مش عارف زمالك، وادي كعب من دخير، لعيب كويس كان متدخر الراجل ما اعرفش ليه، انما الزمالك يا دوبك الحبه اللي في الملعب بيحاولوا يعبروا عن نفسهم وعن الفرحه بتاعتهم. ولكن زي ما بقول لحضراتكم المدرج لازم يتنقى، مش عمليه شرطه ولا عمليه اي حاجه، العمليه دي لازم مننا احنا، لازم الناس في قلب بعض. الراجل الوحش فيك مشيه او بلغ عنه ويبعد عن الكرة خالص، والا هنفضل نلعب كده بدون جماهير. بص الملعب فيه شويه جماهير يعني عاملين رواج في ودننا، ولكن هنشوف لقاء الاهلي ولقاء قمه الاهلي والزمالك، نفسنا نشوف لقاء فيه كوره، لقاء فيه سلوك، وبتلك النتيجه يبقى الزمالك ناقص له نقطه. ادي الجماهير اهي، من زمان ما سمعناش الصيحات ديت، واقفين هم جنب الميكروفون ومحبه صغيره، وتتلعب الكوره هناك عرضيه، والنصر بيسول ويجول، ولكن هناك بالمرصاد واقف له الشناوي. اخيرا يصفر محمد الصباحي حكم اللقاء بانتهاء الشوط الثاني والمباراه بفوز الزمالك ب4 أهداف، 3 لباسم مرسي وهدف لمصطفى فتحي، عشان يرتفع رصيد الزمالك الى 83 نقطه، ويتبقى له نقطه واحده فقط من 3 نقاط ليتربع على الدوري العام. اعزائي مشاهدي قناه النيل رياضه، كان معكم معلق رياضي محمود بكر، واترككم للاستوديو التحليلي الكابتن خالد لطيف، كابتن محمد صلاح، كابتن عبد الحليم علي، فالى هنا.